الترجي شيخ الأندية التونسية. هذه الصورة. غياب أيضا الشعلالي الفريق التونسي. كرة الجزائري، هذه رصية والحارس يبدع مجادل. كرة طار لها حارس مرمى الجيسكا، رأسية في المرمى، هدف يضيع والترجي يبدأ التهديد. كرة ابدع من خلالها برد فعل سريع. بوعليا يرفع كرة من مستوى منطقة الجيسكا، محاولة خطيرة لبرا، تسديد لكن البرا. كرة تنتهي خارج ميدان من خلالها بالرمضان، والكرة إلى ضربة مرمى. كرة عنت العارضة رأسية، كرة خطيرة عند الحارس مجادل. الترجي وثقافة الفوز. صابر يتابع، صابر يا صابر، ولكن في المرمى مجابل تونسي عرضية رأسية البر. كرة من الجانب دالي، رأسية قوية في الجزائري يسجل. الجيسكا يضرب الترجي ولكن في التسلل موجود. يبو علي الترجي. كوسيلا باتجاه الجمهور يقرب الكعب. تسديده قويه والحارس مجادل سددها بالرمضان. هنا تكمن خطوره بالرمضان في الكره. صدام يقرب سنة يرفع كره منطقه الجزائر. دالي الكره الشبكه 1-0. الترجي سجل عن طريق دالي، هو مفتاح الفوز، هو مفتاح العبور للدور النصف النهائي. فريق باب سويقة يفتتح باب التسجيل. بالرمضان يسدد بوعالية السهلة عند كان معاه موسى بن زيد. زيد على الطاير والحارس بن شرفية. تصدي من تبقى المحاولة مستمرة والهدف لصالح الجيسكا. كرة من سقف المرمى، يعدل الفريق الجزائري 39. يسجل رضوان سردوم يستغل التراخي الواضح في صفوف المكاشفة. منطقة الجزاء بن شرفية حسامها ثاني. هذه كرة داخل منطقة والحارس بنشي. الارتباك بعد منطقة الترجي، فرصة للتسجيل. الارتباك وابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة، وهي الصافرة بالفعل من شرب الحكم جون جاك كامبو. الترجي يتأهل بصعوبة، شبيبة القبائل يغادر السباق، ولكن يستحق البرافو الكناري. العب حتى اللحظة الأخيرة من أجل انتزاع ورقة العبور للدور القادم. يستحق التقدير والاحترام.